تخيل معايا اللحظة دي، الشمس غابت وصوت المدفع ضرب، والمساجد بدأت تكبر تكبيرات العيد. الناس كلها في الشارع بتضحك، والأطفال بيلعبوا، والكل بيبارك لبعض. بس انت الوحيد اللي قاعد في اوضتك قافل عليك بابك وحاسس بخسارة كبيرة. عارف ليه؟ لأنك اكتشفت إن رمضان خلص وانت ما حصلتش فيه أي حاجة. عدى عليك 30 يوم زي الهوا، صمت عن الأكل والشرب بس قلبك ما صمش. الصحيفة لسه فاضية، والذنوب لسه تقيلة، والعتق من النيران فاتك. السيناريو المرعب ده هو كابوس ممكن يتحقق بعد شهر من دلوقتي، وممكن يكون مجرد خيال، وده اللي نتمناه، ونكتب أنا وإنت سيناريو تاني خالص. النهاردة احنا لسه بنقول يا هادي، ولسه عندنا الفرصة اللي الملايين اللي تحت التراب بيتمنوا دقيقة منها دلوقتي. السؤال مش رمضان امتى، السؤال هو هنعمل ايه لما يجي؟ هل هتكون ضيف خفيف يعدي ويمشي، ولا هتكون بطل القصة اللي هتتكتب في صحيفتك للأبد؟ يا صديقي، الفيديو ده مش مجرد كلام، ده خطة إنقاذ، عشان لما نسمع تكبيرات العيد بجد تكون دموعنا دموع الفرحة بالفوز، مش دموع حسرة على اللي فات. الشهر ده بالذات جاي يواجهنا بحقيقتنا ويكشفنا قدام نفسنا. لو جاهز تغير النهاية قبل ما القصة تبدأ، يلا بينا. خليني أحكي لك قصة غريبة شوية. تخيل لو جالك تليفون دلوقتي إن في صفقة شغل أو فرصة ربح هتكسب فيها ملايين، بس الشرط إنك تجهز نفسك ومعداتك من قبلها ب6 شهور. هتعمل إيه؟ أكيد مش هتنام ليلك، وهتخطط لكل دقيقة. أهو ده بالظبط اللي كان بيعمله الصحابة والسلف الصالح مع رمضان. تخيل إنهم كانوا بيدعوا ربنا 6 شهور قبل رمضان: اللهم بلغنا رمضان. وبعد ما يخلص يدعوا ربنا 6 شهور: اللهم تقبل منا رمضان. يعني حياتهم كلها كانت بتدور في فلك الشهر ده. كانوا بيجهزوا قلوبهم قبل ما يجهزوا بيوتهم. طب ليه الاهتمام ده كله؟ لأنهم كانوا فاهمين معنى الحديث اللي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرضة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. تخيل إن أبواب السماء بتكون مفتوحة، يعني مفيش سقف لدعواتك، مفيش حاجز بينك وبين ربنا، والشياطين اللي كانت بتزن عليك طول السنة متسلسلة. يعني المعركة دلوقتي بقت أنت ونفسك وبس. وهنا بقى نيجي للنقطة المؤلمة. عارف ليه رمضان بيحرجنا؟ عارف ليه قلتلك إنه بيكسفنا قدام نفسنا؟ طول السنة احنا بنشتكي: أنا مفيش عندي وقت أقرأ قرآن، أنا برجع من الشغل مهدود مش قادر أصلي ركعتين قيام، أنا مش قادر أبطل العادة الفلانية. ويجي رمضان وفجأة بتلاقي نفسك صايم عن الأكل والشرب والحلال لأكتر من 15 ساعة، وبتلاقي نفسك واقف بتصلي التراويح بجزء كامل، وبتلاقي نفسك بتختم القرآن مرة ومرتين وأكتر في الشهر. طب والوقت؟ ما هو نفس 24 ساعة، والشغل هو. رمضان بيجي يقول لنا: انتوا كان عندكم وقت بس ما كانش عندكم إرادة، انتوا كان فيكم طاقة بس كنتوا بتضيعوها في الأمور التافهة والمسلسلات. رمضان بيشيل مننا حجة الوقت وحجة القدرة، بيثبت لك عمليا انك تقدر وانك عبد قوي بالله، بس انت اللي كنت مستسلم. اللحظة دي، لحظة الإدراك دي، هي أول خطوة للتغيير، إننا نعترف إن المشكلة كانت في القلب مش في الظروف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده لما صعد المنبر وقال آمين 3 مرات، وكان منهم: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. يا ساتر، خيبة وخسارة إن مواسم المغفرة تتفتح قدامنا ونخرج منها زي ما دخلنا. طيب عشان ما نجلدش ذاتنا أكتر من كده، تعال نشوف الجانب المشرق، الجانب اللي يخلي قلبك يفرح بجد إن رمضان قرب. ربنا سبحانه وتعالى خلى الصيام سر بينه وبين عبده. في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. تخيل لما الكريم هو اللي يتولى مكافئتك بغير حساب. ده غير إن الصيام والقرآن بيجوا يوم القيامة يشفعوا لك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فكر في المشهد ده وانت واقف يوم الحساب خايف، بس تلاقي القرآن والصيام واقفين بيدافعوا عنك،
رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الصحابة كانوا بيقفلوا دكاكينهم ومجالس العلم عشان يتفرغوا للمصحف. الزهري رحمة الله عليه كان بيقول: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. طيب، كلام جميل. نعمل إيه بقى وإزاي نستغل الفرصة دي؟ هقول لك على 5 خطوات اعتبرهم دستور رمضان السنة دي. أول شيء وقبل رمضان التوبة النصوحة. قبل أول ليلة في رمضان اقعد مع نفسك قعدة صفا، استغفر ربنا عن كل ذنب عملته طول السنة. ادخل الشهر بقلب أبيض ونضيف. لو مقاطع حد كلمه، لو في مظلمة عند حد ردها. تاني شيء كتر من تلاوة القرآن. السنة دي ما تخليهاش جزء واحد. الهدف هنا ان احنا نكتر. رمضان موسم الحصاد، والحسنة ب10 ويضاعف الله لمن يشاء. الصحابة والسلف كانوا بيختموا القرآن كل 3 أيام. الإمام الشافعي كان بيختمه 60 مرة في رمضان. ما تخليش لسانك يسكت. اقرأ في المواصلات، وانت واقف في طابور مستني دورك، قبل النوم وبعد الفجر، في كل وقت. خلي المصحف سواء مصحف أو تطبيقك على الموبايل مفتوح قدام عينك طول اليوم. ما تقولش أنا بقرأ بتدبر قليل أحسن. في رمضان بالذات الكثرة مطلوبة لأن الأجر مضاعف. ثالث شيء الصلاة. لو مقصر في الفروض رمضان فرصة ترجع تنتظم، ولو منتظم زود النوافل. صلاة التراويح فرصة ما تضيعهاش. رابع شيء الدعاء. للصائم عند فطره دعوة لا ترد. جهز دعواتك من دلوقتي. شوف انت عايز ايه في الدنيا وفي الآخرة وقول لربنا كل حاجة. ونيجي للنقطة الخامسة وهي أخطر نقطة، النقطة اللي بتضيع كل اللي فات ده في لحظة: مقاطعة أسباب ضياع الوقت. يا صديقي، رمضان هو السوق اللي الشياطين بتتسلسل فيه، لكن الشركات بيجهزوا له سنة كاملة عشان يسرقوا منك أغلى سلعة بتمتلكها: وقتك وروحانية الشهر الكريم. المسلسلات، برامج المقالب، الترندات التافهة على السوشيال ميديا، دول مش مجرد تسلية، دول أعداء جايين يسرقوا منك ال30 يوم. تخيل تكون صايم طول النهار ومجاهد نفسك عن الحلال، وتيجي بالليل تضيع صيامك وتفطر عينك وقلبك على مشاهد لا تليق ولا بالشهر الكريم ولا بغير الشهر الكريم، أو تضيع ساعات تتصفح السوشيال ميديا بلا داعي. أكبر خدعة بنقع فيها هي هرفه عن نفسي شوية، وفجأة تلاقي الفجر بيأذن وانت لسه ماسك الموبايل وما قريتش وردك. السوشيال ميديا في رمضان بالذات مصيدة. بتدخل عشان تاخد معلومة وتخرج بعد ساعتين فاقد لتركيزك وخشوعك. عشان كده لازم تاخد قرار جريء وتقلل متابعتك للسوشيال ميديا بأقصى درجة. ابعد عن التطبيقات اللي بتضيع وقتك. التلفزيون ده افصله خالص لو تقدر. رمضان كله على بعضه 720 ساعة. كل دقيقة بتضيع على مسلسل أو بوست مش هترجع تاني، وهنتحسر عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون. خلينا نخلي شعارنا السنة دي رمضان لربنا بس. يا صديقي، الأيام بتجري بسرعة مرعبة، والله أعلم هل هنحضر رمضان الجاي ولا لأ. عشان كده تعامل مع رمضان ده إنه رمضان مودع. صلي صلاة مودع وصوم صيام مودع. وعشان أنا كمان عايز أطبق الكلام ده على نفسي قبل ما أقوله ليكم، وعشان كلنا محتاجين نركز ونفصل شوية عن السوشيال ميديا، ده هيكون آخر فيديو طويل هصوره هنزله قبل رمضان إن شاء الله. قررت إننا في رمضان نكون خفاف عليكم جدا. ممكن نتقابل في فيديوهات قصيرة، ريلز سريعة أو دعاء، عشان ما نشغلكوش عن العبادة. وإن شاء الله نرجع نتقابل بالفيديوهات الطويلة بعد العيد، وإن شاء الله نكون كلنا فايزين ومجبورين الخاطر. اللهم بلغنا رمضان بلوغ رحمة ومغفرة، ولا تخرجنا منه إلا وقد أصلحت حالنا. ما تنساش تشارك الفيديو ده مع كل اللي بتحبهم عشان نشجع بعض. الدال على الخير كفاعله. كل سنة وانتم طيبين، وإلى الله أقرب. سلام. رمضان